في العراق شيخ، وما يتعرضون له هناك من نهب وسلب وسرقة واعتداء على الأنفس والأموال. هو يريد كلمة منكم لتطيب خواطرهم يا شيخ لما يتعرضون له من نهب تحديدا وسرقة. ما يتكلم على ما حل في العراق لا يوفى حقه، والتقصير في ذلك شديد، ولكن نشكو إلى الله عز وجل قلة الحيلة. والدماء التي تراق ليس في اليوم بل ربما في الساعة وربما في الدقيقة، حتى يقتل في اليوم الواحد مئات، حتى يعجز الإنسان عن متابعة مثل هذه الأشياء. حتى استساغوا الناس، ليس القتل، استساغوا تقطيع الأشلاء، واستساغوا الحرق، واستساغوا البشاعة في إزهاق الأرواح. هذا في العراق، وكذلك أيضا في الشام، وكذلك أيضا في بورما. وتجاوز المكلفين إلى حرق الأطفال وبقر بطون النساء وإخراج الأطفال والمواليد في بطون أمهاتهم. بشاعة قلما تشاهد أو تكون في من الأمم في سكوت مطبق من المسلمين إلا ما رحم الله. وهذا يخشى منه من العقوبة العامة التي تتبع ذلك الخذلان الذي أمر الله سبحانه وتعالى بدفع تلك المظالم قدر الوسع والإمكان. لهذا نقول يجب على من قدر أن يدفع تلك المظالم عن المسلمين أن يدفع. صاحب السلطان بسلطانه، صاحب المال بماله، صاحب النفس بنفسه، كل بحسب قدرته وما آتاه الله عز وجل من أسباب شرعية وأسباب كونية أن يدفع تلك المظالم. الناس يكلفون بحسب مقدار ما شرعه الله عز وجل لهم من أحكام ومن ضوابط ومن شروط وغير ذلك، فهذه يرجع إليها في مواضعها. ولكن نقول إنه يجب على المسلمين على اختلاف أحوالهم ومراتبهم أن يعلموا أن رفع تلك المظالم عن أولئك المسلمين من الواجبات المتعينة عليهم، وهم آثمون جميعا. لماذا؟ لأنه لم تقم فئة تؤدي ما أوجب الله عز وجل عليها، وما أوجب الله عز وجل عليها ليس في العراق وحده بل في الشام، كذلك أيضا في بورما وغير ذلك من بلدان المسلمين. فلهذا نقول إن العراق وبلد تحل به كارثة من الصفويين، وكذلك أيضا في الشام من الصفويين ومن هذا النظام الظالم. فيجب على المسلمين أن يتقوا الله عز وجل، وأن ينظر كل واحد منهم بالقدرة التي عنده ماذا فعل وماذا حقق من دفع تلك المظالم. ثم يجب أن يعلم أنه ما من أمر يخالف الناس به أمر الله جل وعلا إلا أنزل الله عز وجل بهم فتنة، والفتنة تكون بمقدار مخالفة أمر الله جل وعلا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. والفتنة التي تحل بالأمة تختلف، قد تكون في الأمراض والأوبئة، قد تكون في الغرق، قد تكون في الاقتصاد، قد تكون بتسليط بعضهم على بعض يقتل بعضهم بعضا، قد تكون أيضا في أمور اجتماعية لا يدركونها، يفرق الله عز وجل بين قلوبهم، بين الأزواج والزوجات، يكون تفكك أسري، تفكك في نفرة القلوب. ما من ذنب يقع فيه الناس إلا والله جل وعلا ينزل فتنة في أولئك العصاة بما يجعله الله عز وجل مقابلا لذلك المعصية. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تسون بين صفوفكم. انظر إلى هذه العبادة، وهي عبادة ربما يرى الناس أنها يسيرة. لا تسون بين صفوفكم ولا يسن صفوفكم ولا يخالفن الله بين قلوبكم. فالله عز وجل يجعل العقوبة في اختلاف القلوب بمقدار مخالفة أمره ولو كان شيئا يسيرا. ولهذا بعض الناس ربما يتنكر قلبه ولا يدري ما السبب، يتنكر قلبه على زوجه، على ولده، على جاره، على صاحبه، على موظفيه، يتنكر قلب مديره عليه وغير ذلك، ولكنه لا يرجع إلى نفسه ولا يدري ما هذه الأسباب. ولهذا نقول إن الفتن التي تقع في الناس على اختلاف أنواعها تكون بسبب مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى. لهذا قد يسلط الله عز وجل على القادرين بخذلانهم لإخوانهم وتقصيرهم في ذلك فتنا توجب عليهم أن يراجعوا أنفسهم. فتنا في الاقتصاد، ينزل الله عز وجل فتنا في الدماء، في تنكر القلوب، في اضطراب المجتمعات، فتن في القلق والاضطرابات التي تكون في الناس، بأسهم بينهم،
يا القبيلة الفلانية على القبيلة الفلانية، البلد الفلاني على البلد الفلاني، المجتمع فيما بينهم، والانفكاك والذوبان الذي يكون والتنافر الذي يكون بين الحاكم والمحكوم، هذا من جنس الفتن، وهذه أيضا ينبغي أن ينظر إلى أسبابها. ولهذا نقول يجب على المسلمين عموما أن ينظروا في قدرتهم، ثم ينظروا في مقدار ما فوتوه من أمر الله عز وجل، والله لا يؤاخذهم بعجزهم ولكن يؤاخذهم بمقدار القدرة لديهم، فينظر الله عز وجل إلى نصاب القدرة وإلى مقدار الخذلان، والله عز وجل عدل ينزل عليهم تلك التبعة بمقدار ما قصروا من امتثال أمره. أحسن الله إليكم يا شيخ. لاحظ